مرحبا، هاي حبايبي، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا تمام. معقول تكونوا بقناتي وما تكونوا تمام؟ معقول ما في قناتي؟ اوكي، جبت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم زي ما شفتوا من اسم العنوان، هذا الفيديو احلى فيديو عندي بالقناه، لانه هذا الفيديو صار لكم فتره كثير طويله، تقريبا 4 اشهر وانتم تقولوا ساره وين؟ ساره وين؟ ساره ولدت او لا؟ ساره ولدت بنوته بتجنن، صرت خاله بعد سنين هيك، اخذت بيبي على حضني وكثير كان الشعور بجنن. قررنا نورجيكم اليوم بنوتة سارة، بس قبل هيك خلينا نستضيف سارة لعندي ونشوف احاسيسها. وهاي سارة، صارت معي الام سارة بعد غيبة طويلة، اشتقت لكم. كنا اشتاقوا لك دائما اسئلة وهيك. احكي لنا شو احساسك بس صرتي ام؟ احساسي ما بعرف. ملخبط. عندي لعبة صغيرة كل يوم بلبسها شكل، يعني في شيء صغير عم ببكي بالبيت، في شيء صغير متعربش 24 ساعة. بس سؤال سارة، هلا رح نحكي لكم شو سمينا بنوتة سارة، فبدنا اياكم توقفوا الفيديو ثانية وتخمنوا، يا لين يا نايا يا ميرا، شو رأيكم؟ 1 2 3 نايا. ننوش أول مرة راح تطلع معانا بفيديو مع خالتها وأمها. قولي مرحبا للكاميرا ننوسة. نايا. ونايا لابسة اليوم شو؟ جلد النمر. طبعا بالعيلة أنا بقول لها نيوشة، سارة شو بتقولي لها؟ ننوسة. في بعضهم بيقولوا لها نايا، في بعضهم بيقولوا لها نايا الأتراك، فالبنت ما رح تعرف شو اسمها بصراحة. غياب سارة لهذا السبب حبينا نورجي نايا شوي بس تكبر. بسم الله ما شاء الله. لا رح نطلع مشوار، تقريبا 3 مشوار لنايا هذا، رح نطلع وناخذكم معانا، فيلا يلا يلا ننوشة. ننوسة، يلا زهزة. يلا غي. أوه. لا سارة رح تعمل لكم تمثيلية أول أيام بس ولدت. مين من الأمهات هيك؟ اسكتي مشان الله، خلاص يا ربي، يلا تنام يلا تنام، ذبح لك طير الحمام لك، والله بذبح لك كل شيء بس نامي يا الله نامي. وهي عم ليش ما تتحلم. عم تسكت هاي امي؟ رغد خديها خلص زهقت انا. بس هلا ننوسة بتجنن، ولا بتجنن حبيبتي هاي. شات التورو بيبي شات التورو بيبي شات مامي شات التورو مامي. سارة كنتي متخيلة بيوم من الأيام إنه نقعد قدام هاي الكاميرا ونصور 3 بنات؟ لا اصلا هلا انا مو مصدقة كمان. حبايبي، فقبل ما نبلش الفلوج تبعنا، إذا عجبكم الفيديو فلا تنسوا تحطوا اللايك للفيديو وتشتركوا بالقناة. خلينا نوصل هذا الفيديو لعيون ننوش ل50,000 لايك. وإذا وصل ل50,000 لايك سارة، إذا وصل ل50,000 لايك رح أصير أم لنايا لمدة يوم. والله يس يس وصلوا ل50,000. نايا خالة من هلا طالعة على خالتها فوضوية، بتشوفوا هاي يا الله. نايا لبست فستانة وراح نطلع. يا رب يا نايا تشبهي خالتك بكل شيء، التصرفات، يا رب تشبهيني تصيري يوتيوبر، يا رب تطلعي مثلي فوضوية. شو قصدك يعني؟ انا ما لازم ما تطلع تشبهني. يا طبعا كل يوم باجي بدعي هذا الدعاء وبطلع بس باجي لهون بستفز سارة وبطلع. وهلا طالعين باي، اخذين ننوشة مشوار بجنن. قبل الطلعة رح نورجي الاوتفيت تبعنا بالدور، لانه طالعين بنات. اول شي نبدأ من اوتفيت الماما سوسو. تم تررم تم تم تررم تم تررم. يا لا اوتفيت نيوشة. تم تررم تم تم تررم. شوفوا شو وين الجرابة الثانية فضحتينا. طبعا نايا ضيعت الجرابات تبعيتها، فرح ادور عليها بالبناي. اللي ضيعنا جرابات نايا. خلتني ارجع ولقيتها هون. ما شاء الله، الله لا يعمي حدا. بس هلا الاوتفيت تبع خالتنا رورو. طبعا بس تصيروا خالة بتنسوا القعدة اللي قدام، بتصيروا تقعدوا ورا مع نيوش، لانه لازم حدا يدير باله عليها ورا. فوالله يا سارة انتي العايشة وانا اللي اكلتها. والله طبعا مين بفيق بالليل بحفظ نايا بدي احكي لك نكتة. كان في نملة زرقاء، ليش؟ اما قرصتها.
نايا بس بدي اياكي بموضوع صغير وبسيط. قد ما حبتيني قد ما كان الموضوع سهل بالنسبة لك. مثلا كل ما تقولي لأمك إنه بتحبيني أكتر رح أجيب لك باربي. انت بالبيت اكثر. رح أخذك على دبي. طبعا كل مشاويرك مني وعلى حسابي، ففكري بالموضوع. يعني انا امك صح؟ اللي جبتها لك. ايه شكرا ماشي، لا تسمعيها، أنا أمك. شكرا. في مثل عنا بيقول الغيرة شقة الحصيرة، صح نايا؟ ان شاء الله الهي. اوكي حبايبي، وهلا وصلنا على المكان اللي بجنن مبين عليه كثير حلو، رح نورجيكم. بس قبل كل شيء دائما نتخانق مين رح يسوق عرباية نايا، فرح نعمل حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص، بعدين حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص. كأنه أنا اللي فزت. خلاص هي دائما هو هيك، بنلعب بس لأنه بنلعب. وصلنا هذا المدخل مبين عليه مكان كتير حلو. حبايبي اللي عم بيسألوا انه شو هذا المكان الحلو، هذا المكان بتعرفوا شو؟ فيه خيم فيها كلياتها اكل، وانا اكثر شيء شو بحبه بالدنيا الاكل، وسارة الاكل. ف جوعانين. والمكان كتير حلو، صح سارة؟ صح نايا؟ نايمة نايمة نايمة. يجينا. المكان طبعا بجنن، ما احكي لكم عن جمال المكان. واو. في فلافل. واو. معكرونة كمان. واو. احكي لكم قديش احكي لكم عن المكان، بس يعني بجنن. قعدات واجواء وياي. انبطن سارة. شو اشتريتي خانم؟ ما ضل شيء ما اشتريت. ما ضل شي ما اشتريناه هون، هلا رح نورجيكم. بس شوفوا الذرة، شوفوا الذرة ياي. هاي سفرتنا لليوم. اشتريت هدك شو بيقولوا له، سوسيساي بين خبز. فيه هيك كتير اشياء حلوة، يعني محطوط عليها صوصات خردل وهيك، حسيتها كتير رح تكون طيبة. ونايا شو طلبت؟ نايا طلبت حليب. وسارة هون طلبت. سارة شو هاد؟ ما بعرف. طلبت زي كأنه شيبس ولحمة وكمان صوصات بتجنن، يعني واو واو واو. الآن وصينا ماك اند تشيز كمان معكرونة. الله لا يشبعنا سارة، شو هاد كله شخصين. دواقة خلينا نشوف ونعطيكم ردة الفعل الحقيقية. رح ندوق ماك اند تشيز. حاسة حالي أجنبية. كثير طيب بجنن. كثير طيبة، طعمة الجبنة كثير طيبة. شيبسي لا ولحمة عليه هيك اشياء. هلا العالم ماتت جوع بسببنا. طبعا اكلنا الاخضر والياء. مرحبا انا اسمي جرادة. مرحبا انا اسمي جرادة 2. هلا خلصنا اكل وننوش نايمة. ننوش نايمة. مو نايمة سكري البرداي. رغد نعم. شغلة حلو بس يكون وايت شوكليت، يعني شوكولاتة بيضة. روحي انا عندي ناية والله بدي ادير بالي على ناية مثلا. ناية نايمة طيب. ويكون فيها فريز وجيبي لي نسكافيه. يمكن فاقت طيب لازم اضل عندك. بدك شي ثاني؟ يلا ميري مع السلامة. رايحة اشتري لسارة سم الهاري وجاي استنى. اجيت اشتري حلو. ياي شوفوا، شايفين اخت بتدلل اختها لهاي الدرجة. فاقت ننوشة. جبتلك سم الهاري، عم بمزح. جبتلك كمان عصير، جبتلك الاكثر ايس كافيه. سنة اختاري وحدة فني. طبعا هاي طبعا قلت لكم الزهرية اختارت. اليوم زدنا 10 كيلو بهاي الطلعة. عن جد انا عندي حجة. انا ما عندي حجة. احنا شخصين انا ونايا معلش.
دائما بتكذب هاي الكذبة دائما. وسارة عم تحفظ نايا. غدا عم تزت الحفاظ بالزبالة، كتير حلو، حياة حلوة. A few moments later. اوكي حبايبي، هلا اجيت العب، واذا فزت بعد سنين رح اعطي الهدية واخبيها لننوستي. فهلا رح العب وخلينا نشوف اذا صح فوز ولا لا. يلا. معذرتنا يا أطفال. يا فاشلة. الهدية لنايا. والله يا نايا هاي الهدية رح تتذكريها طول العمر. نايا لا تزوري وتطلعي علي. هاي خالتك فاشلة. كلياتها تنكتن. ما في داعي افوز، بكره رح اشتري لها احلى الهدايا اصلا. ايه كلها تنكتن، ما عرفت توقعن. فاشلة مرة فاشلة. لو منك اطلع برا. اوكي حبايبي، هاد كان كل الفيديو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو فلا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة، ولا تنسوا توصلوا هذا الفيديو ل50,000 لايك لحتى اصير ام لنايا لمدة يوم كامل. واكتبوا لي شو رايكم بالتعليقات. بحبكم كتير كتير، وان شاء الله في فيديو جديد بقرب وقت. يلا باي. ما لا تتابعوني حسابي انستغرام، هذا هو رح يكون تحت في الوصف.